الله أكبر الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الجو برد، بس أنا هنا في مدينة اسمها ريدنج. أنا جايبكم هنا ريدنج النهاردة لأن دي أول مدينة أنت بتقابلها لما بتخرج من لندن. بتبعد عن لندن حوالي تلت ساعة، وبتبعد عن مطار هيثرو اللي أنت لو جاي إنجلترا هتنزل فيه إن شاء الله حوالي نص ساعة. المدينة حلوة، مدينة كبيرة. ده شارع من الشوارع المهمة جدا الموجودة هنا في ريدنج اسمه اوكسفورد رود. واوكسفورد رود هتلاقي فيه يعني هو ما يعادل كده شارع العرب في لندن، في محلات من كل البلاد، وفي الجامع الكبير اللي ورايا اللي انت شايفه ده. فالناس اللي بتسأل الجوامع في انجلترا اخبارها ايه او ظروفها ايه او هنصلي فين، خايفين يجوا علشان خاطر الصلاة والحاجات ديت، احب اطمنك اهو الجامع ورايا اهو، وهنخش نصلي فيه الظهر مع بعض ان شاء الله. وتعالى احكي لك على الجوامع في انجلترا واعرفك شويه حاجات. انجلترا يا سيدي فيها اكتر من 1700 مسجد منتشرين في البلد كلها. تاني اكبر ديانه في انجلترا بعد الديانه المسيحيه هي المسلمين، هي ديانه الاسلام. وفي اكتر من 4 مليون مسلم في انجلترا. طبعا ما اقدرش اقول لك هم موجودين فين بالظبط، هم منتشرين في البلد كلها، ولكن في المدن الكبيره هتلاقي معظم المسلمين موجودين هناك. فمثلا لو انت جيت انجلترا او لو انت عايش في انجلترا، لو عايش في برمنغهام، انت تقدر تاكد على كلامي ده، لان برمنغهام تعتبر يعني مدينه المسلمين في انجلترا. لو انت عايش في لندن مسلمين كتير جدا. لو انت عايش في اوكسفورد مسلمين كتير جدا. انما بقى لو انت عايش في الريف الاوروبي ناحيه زي ما انا عايش كده في منطقه اسمها سويندون، فدي بيبقى يعني اعداد المسلمين فيها قليله، وكمان الجوامع ما بتبقاش كبيره زي اللي انت شفتها دي كده. ده من الجوامع الكبيره، ولندن فيها جوامع كبيره جدا، وليفربول فيها واحد من اكبر واشهر واحسن الجوامع في الشكل وفي الحجم وفي كل حاجه يعني. ده لو عايزين اروح اصور لكم هناك انا ممكن اروح اصور، بس ليفربول بالنسبه لي مشوار يعني، هي محتاجه اسافر لها، بس لو عايزين كده انا ممكن اعمل لكم كده. ففي حاجات كتير للمسلمين هنا، انت مش هتضيع يعني لو جيت ولا حاجه. اكلمك بقى عن ريدنج اللي هي المدينه الكبيره اللي احنا فيها النهارده دي. ريدنج لو انت هتعيش فيها فهي تعتبر اول مدينه بعد لندن زي ما قلت لك على طول، وعلشان كده الناس بيحبوا يعيشوا فيها، لانها هي بالظبط تلت ساعه تبقى جوه لندن، تلت ساعه تبقى رجعت بيتك في ريدنج. الحاجه الثانيه ان لندن اسعارها غاليه شويه، لان دي لندن بقى الكابيتال سيتي والكلام ده. ريدنج بره لندن فاسعارها اقل شويه، هي مش قليله قوي بس اقل شويه بالنسبه لاسعار البيوت والسكن والايجار والكلام ده. لكن ريدنج فيها جامعه ريدنج تعتبر من احسن الجامعات الموجوده في انجلترا، وتقدر تدرس فيها كل حاجه واي حاجه. الحاجه الثانيه ريدنج فيها جميع مراكز الاي تي والتكنولوجيا اللي هم اساسا استكلفوا، يعني الموضوع كان غالي عليهم انهم يعملوها في لندن فعملوها بره لندن على طول، اللي هي بقت في ريدنج. اسعارها حلوه ويقدروا يعملوا فيها شركات كتير جدا جدا جدا. الشغل الاندستريال ستيت، جميع الشركات، جميع السوبر ماركتس، محلات، مخازن، كل حاجه موجوده هنا في ريدنج. كميه الشغل اللي موجوده في ريدنج هنا كتيره جدا جدا جدا. فهنا في ريدنج عندك 6 جوامع او 6 مساجد كبار جدا. منهم مسجد ابو بكر اللي انا هدخلك فيه النهارده وهنصلي مع بعض جوه. انا مستني وانا مستني قلت اجي اضرب قهوه ولا اضرب اي حاجه اكلها، بعدين هنخش نصلي الظهر مع بعض في المدينه اللي انا عايش فيها، اللي هي بتبعد عن هنا حوالي نص ساعه. مفيش غير جامعين 2
الجامعين الاثنين هم مش جوامع زي جامع ابو بكر اللي هتشوفه هنا، هو عباره عن بيت وهم خدوه وقلبوه جامع. يعني مفيش بقى قبه ولا في مأذنه ولا في اذان بصوت عالي وميكروفونات ولا في الكلام ده. هنا برضو مفيش اذان بصوت عالي وميكروفونات وكده، بس الاذان بيبقى جوه الجامع وفي سماعات كتير في كل حته، فانت لو ماشي بره الجامع بتسمع الاذان، بس بيبقى كل حاجه جوه يعني. هناك بقى مكان ما انا ساكن الجامع صغير، فحتى السماعات نفسها صغيره جوه الجامع، فلما بيبقى في اذان يعني لو انت ماشي بره الجامع مش تسمعه اصلا، هو بس تسمعه وانت جوه الجامع، لكن بره الجامع ما تسمعوش. ده هنا كمان ممكن تطلع الدور الثاني فوق من الجامع. دي زي الفصول بيعلموا فيها العيال الصغيرين القرآن. ايوه يقول لك هنا على الحيطة ويلكم. بيعلموا ازاي العيال يتوضوا ويصلوا. هنا لو انت عايز تتبرع بفلوس مش عاملين موضوع الصندوق ولا بتاع، هو حاطط لك المكنه دي وانت بتعمل اسكان للكارت بتاعك، بس بتختار قبلها انت عايز تتبرع ب5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه 45 جنيه، او لو عايز تزود choose the amount واختار انت اللي انت عايزه، وبتاخد ممكن تعمل لها سكان من على تليفونك الابل او السامسونج او الكارت بتاعك، وبتاخد كل انواع الكروت. دي برضو حاجة حلوة. وبعدين عامل لك هنا الامسكية دي، شوف فيها مواعيد الصلاة بتاعت شهر 2 كلها. طيب الحمد لله صلينا الظهر وفرجتكم على الجامع جوه على قد ما قدرت. بس فما تقلقش، انت لو عايز تيجي انجلترا وتصلي هتلاقي في جوامع، انت بس عيش قريب من اي جامع وخلاص. يعني في عندك اكتر من 1700 جامع، اختار انك تعيش قريب من جامع فيهم وان شاء الله هتعرف تصلي. هنا كمان زي ما وريت لك جوه في الجامع عندهم فصول بيعلموا العيال قرآن، بيعلموهم الصلاة وبيعلموهم الوضوء وبيعلموهم حاجات، فعادي كل الحاجات دي بتبقى بأسعار رمزية خالص، يعني ما بتدفعش فيها فلوس كتير. ولو ما تقدرش تدفع بتكلم الجامع وبيخلوها لك ببلاش خالص كمان، مش لازم يعني. وعيالك بيتعلموا فيها حاجات كويسة يعني. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، ويا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب واعمل شير، فعل الجرس عشان يوصلك حاجات تانية جديدة عن انجلترا. سلام.